أيوة يا إخواتي، الانتخابات جاية في البرازيل تاني، وانتوا عارفين بقى كل مرة نفس الحكاية. الخناقات بتزيد أكتر وأكتر. النقاشات والانقسام في بلدنا بيزيدوا سوء، اليسار ضد اليمين واليمين ضد اليسار. يا إخواتي، كنت بفكر في حاجة هنا. في لعبة الشطرنج في جانب ليك وجانب لخصمك، صح؟ جانب منافسك هو الجانب ألف ضد الجانب ب، بس اللي بيحركوا القطع مش أعداء، دول أصحاب، لأنك بتعزم صاحبك تلعب معه. فيا إخواتي، إحنا محتاجين نبطل نتخانق بالطريقة دي، لأن في الحقيقة في حد هو اللي بيتحكم في القطع. وأنا عايز أتكلم في الفيديو ده عن شوية حاجات يمكن عمرك ما فكرت فيها قبل كده. واحدة منهم إنك أكيد لاحظت إن السياسيين دايما بيدوروا على الكنائس، خصوصا الكنائس الإنجيلية. بيبدأوا يدوروا يروحوا الاجتماعات ويسمعوا كلمة ربنا، لكن كمان بيبقوا عايزين فرصة صغيرة عشان ياخدوا توصية من أي قسيس. هم عايزين يطلعوا على المنبر ويعملوا دعاية انتخابية، وده من الناحية القانونية احنا عارفين إنه مش مسموح بيه في البرازيل. ما ينفعش يكون في حملة سياسية جوه دور العبادة، بس احنا عارفين أوقات الحاجات بتتعدى الحدود وبتخرج عن القانون. يا اخوات، الموضوع مش كده. لأنه إحنا قاعدين بنتناقش إذا كان ده غلط ولا لأ. السؤال هو ليه الكنيسة مهتمة قوي بالسلطة السياسية؟ لأنك عارف إن توصية سياسي مش بتيجي من فراغ، في مصلحة ورا الموضوع. أنا عندي مبدأ وهو الآتي: لو ما عنديش أي مصلحة في السياسة ما ينفعش أتدخل في السياسة. أنا بتكلم طبعا عن موضوع تأييد سياسيين، يعني يبقى عندك سياسي مفضل، بس طبعا أنا كراعي مسؤول لازم أجيب هنا تعاليم من الكتاب المقدس، مبادئ الله الأبدية والقيم الكتابية عشان تفتح عينيك. فهنا مش هرشح السياسي ألف أو بي، مش هقول إيه الصح وإيه الغلط. كلنا عندنا فكرة عن الأمور، عارفين إن البلد مش ماشية كويس. البرازيل بتسجل أرقام قياسية في الضرائب، وكمان متقال من دلوقتي إن في 2027 الوضع هيبقى أسوأ. في ناس كتير بتسيب البلد وبتسافر برا، بس هدفي هنا مش إني أتكلم عن ده، أنا جاي أتكلم عن الموضوع ده. ليه يا ترى الكنيسة عندها اهتمام كبير بالقوة السياسية؟ يمكن عمرك ما سمعت عن الموضوع ده قبل كده، بس أنا هوضح كل حاجة هنا على حسب الكتاب المقدس عشان تفتح عينيك وما تقعش في الغلط بتاع النظام الديني اللي احنا شايفينه حوالينا. ماشي؟ أنا القس أنطونيو جونيور. لو أنت عايز محتوى كتابي محدث، كل يوم هكون هنا وجايب رسائل جديدة، وكمان أنا عايز أصلي لك كل يوم، بعمل صلاة الصبح وصلاة بالليل. يبقى اشترك في قناتي دلوقتي، ماشي؟ يلا نبدأ برسالة النهاردة. يا إخوات، لما قلت هنا إن الكنيسة بتدور على مصالحها في السياسة، وده حقيقي ومفيش حد يقدر ينكر ده، صح؟ بس دلوقتي أنا عايزك تبص لقلبك أنت، وأنا كمان هبص لقلبي. عارفين يا إخوات، في أعماقنا كتير بنكون بندور على حماية وأمان في ناس هم أصلاً خطاة. إحنا مركزين قوي على الحكم الأرضي، مع إن لما يسوع كان هنا على الأرض وضح الموضوع ده جداً. أنا ما جيتش عشان أدافع عن المصالح السياسية، أنا جيت عشان أبشر بملكوت الله. يا إخواتي، لما ملكوت الله يتأسس في أمة، الفساد والعنف بينتهوا بشكل طبيعي والقوانين بتتغير. كل حاجة بتبدأ تتغير، وأنا مؤمن إن ده اللي إحنا محتاجينه. هقول هنا شوية حاجات ممكن أنت ما تتفقش معايا فيها، بس عايز أوضح لك حاجة من دلوقتي، إني أنا أو أنت مش لازم نكون أعداء. فاكر لما اتكلمت عن لعبة الشطرنج؟ يا إخواتي، الناس اللي في السلطة عايزين كده، عايزيننا نفضل نتخانق مع بعض هنا، وهم هناك كل يوم هيبقوا مسيطرين أكتر على الناس ومسيطرين على المجتمع. إحنا محتاجين يا إخواتي نفتح عينينا، وكمسيحيين لازم نكون متوازنين في كل المجالات. الكتاب المقدس بيقول إن ربنا ما داناش روح الخوف ولا روح الجبن، لكن روح القوة والمحبة والتوازن. أمين؟ فالروح القدس من خلال الرسالة دي يديك توازن أكتر في كل المجالات. مثلا ده كتابي جدا إننا نقلق على مصير بلدنا وعلى فلوسنا وعلى الحرية اللي عندنا وعلى تربية ولادنا. كل ده يا أخواتي
واجب على كل مسيحي. لكن الخطر بيبدأ لما نفتكر إن السياسة هي الضمان الوحيد لمستقبل إيماننا. يا إخواتي، لما نفتكر إن كنيسة الرب يسوع معتمدة على نتيجة الانتخابات، إحنا كده بنغير ثقتنا. والكتاب المقدس واضح جدا مين اللي فعلا المفروض يجيب الأمان ده، وهو الرب يسوع نفسه. لا رئيس ولا محافظ ولا أي مجموعة سياسيين في السلطة هم اللي هيغيروا حياتنا. فاكرين اللي قاله يسوع في متى إصحاح 16 آية 18؟ قال لبطرس كده: بطرس، على هذه الصخرة أنا هبني كنيستي وأبواب الجحيم مش هتقدر عليها. ويسوع كان يقصد إيه بكده؟ إن الصخرة دي اللي هي الحقيقة عن مين؟ يسوع، إن هو ابن الله الحي. هي على الأساس ده، على الحقيقة دي، يسوع هيبني كنيسته. وعارفين أنا لاحظت إيه يا إخواتي؟ إن الناس عايزين يبنوا الكنيسة بطريقتهم، بيستخدموا طرق بشرية واستراتيجيات بشرية بحكمة أرضية عشان يحاولوا يبنوا حاجة أبدية. يا إخواتي، مملكتنا مش هنا. العالم ده أصلا تحت سلطان الشرير. أنا مش بقول هنا إن السياسة ملهاش أي قيمة خالص. إحنا كمان ما ينفعش نقف مكتوف الإيدين، لأننا فاهمين إن القوانين والقرارات اللي بياخدوها هناك في برازيليا بتغير حياة ملايين العمال، بتأثر على أمانة في الشوارع، وبتأثر على روتين عيلتنا. عشان كده التصويت مسؤولية كبيرة جدا. بس الفرق إنك تفهم إن السياسة بتساعد البلد تشتغل، لكن هي مش اللي بتحافظ على الكنيسة. لأن لو الحكومة فشلت أو لو عرقلت، الكنيسة هتفضل موجودة زي ما هي، لأنها مش من صنع البشر. أمين؟ ففي رأيي أكبر خطر النهاردة هو إن السياسة تدخل في الكنيسة والكنيسة تدخل في السياسة، إننا بنغير طريقتنا في التفكير والتصرف. خليني أوضح لك حاجة هنا. في السياسة الأمور ماشية كده، اللي متفق معايا هو صاحبي، واللي مختلف معايا هو عدوي. فكر معايا، لو سيبنا الطريقة الغلط دي في التفكير تسيطر على إيماننا، هنبدأ نحكم على الناس مش على حسب شخصيتهم أو الكتاب المقدس أو إيمانهم، لكن على حسب هم واقفين فين. يا إخوات، ده مأثر جامد زي ما قلت لك، لأن لو أخوك في المسيح عنده رأي مختلف، مش متفق مع مرشحك، عنده وجهة نظر تانية، على طول بتفتكر إنه عدوك، مع إنه لسه أخوك في الإيمان. فاهم؟ هو لسه تبع يسوع، لأنه بيحاول يمشي على خطى المسيح. هو مؤمن بكل اللي أنت مؤمن بيه، بس عنده وجهة نظر سياسية مختلفة. أنا مش بقول هنا إننا لازم نوافق على وجهة نظرهم، لكن لازم نحترمهم، وما ينفعش نحكم عليهم كأنهم محكوم عليهم بالنار بس علشان عندهم وجهة نظر مختلفة عننا. الحقيقة إن كل واحد فينا بالنسبة للحاجات دي عايش في رؤيته الخاصة للعالم، وكل شخص بيشوف الأمور بطريقة مختلفة، صح؟ فده أول نقطة. ما ينفعش نحتقر أخونا أو نسيء ليه أو نبطل نحبه أو ما نسامحوش لمجرد إنه عنده وجهة نظر سياسية مختلفة عننا. ماشي؟ وفي نقطة تانية خطيرة أنا لاحظتها، وهي الآتي: لما السياسي اللي احنا مش بنحبه يغلط، بنعمل إيه؟ بنوجه له أصابع الاتهام فوراً، وبنطالب بعقاب ليه، صح؟ بس المشكلة إن لما المرشح اللي احنا بنشجعه أو اللي بنؤمن بيه يغلط نفس الغلطة بالظبط، بنعمل إيه؟ بنخترع له عذر، بنقول إنه أتفهم غلط، أو بنفضل نسكت. فالسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا هو: يا إخواتي، هل إحنا فعلاً بندور على حقيقة ربنا؟ ولا كل اللي يهمنا إن مجموعتنا تكسب وإن جانبنا هو اللي ينتصر؟ يا إخواتي، لو إحنا بنشدد على الطرف التاني وبنطبطب على ناسنا كده، إحنا مش عادلين. وكلمة ربنا بتورينا إننا ما ينفعش نغطي على غلط أي حد، وأكيد مش ينفع نغطي على غلط حاكم علينا. الكتاب المقدس بيحكي حاجة مهمة جدا في قصة الملك داود لما عمل الخطيئة الكبيرة دي. عارفين؟ لما نام مع واحدة متجوزة، هو بعت جوز الست دي للخط الأمامي في الحرب علشان يموت. إيه اللي حصل؟ ربنا بعت النبي ناثان علشان يكلم داود في وشه. ناثان ما سكتش لمجرد إن داود كان الملك، أو علشان كان بيدافع عن الشعب، أو علشان كان عنده مميزات. لا، هو قال الحقيقة زي ما هي، لأنه فهم إن أمانته كانت مع ربنا. أمين؟ يا إخواتي،
ومشكلة بعض الكنائس وبعض القساوسة اللي بقوا أصحاب قوي مع السياسيين هي أنهم بيوصلوا لدرجة أنهم ما يقدروش يشاوروا على أخطاء السياسيين، ما يقدروش ينتقدوا، ما بقاش عندهم الشجاعة أنهم يشاوروا على المشكلة، وعلشان كده فقدوا حريتهم في أنهم يوعظوا بالحق. علشان كده خليك فاكر اللي هقوله لك دلوقتي، أي راعي أو عضو في الكنيسة عنده شجاعة ينتقد الطرف التاني بس هو كده بقى أسير، عبد لحزبه. فاهم؟ يا إخواتي، التزامنا هو مع حق ربنا ده لازم يكون أكبر من خوفنا من إرضاء السياسيين. بصوا، اللي شفته في السنين اللي فاتت دي يا إخواتي هو إنه لما حد بينتقد السياسي اللي أنت صوت له بتتضايق، كأن النقد ليك أنت، وده مش صح. مش لازم تفتكر إن المرشح قديس علشان تصوت له، بس كمان مش لازم تدافع عن غلطه بعدين. صح. إنك تصوت لحد يا إخواتي معناه بس إنك بتدي فرصة للشخص ده يدير فلوسنا وياخد قرارات للشعب، ومش معناه إنك علشان صوت له لازم تغمض عينيك ومش هتشوف أي غلط، وإنك هتشوف بس الجانب الإيجابي. يا إخواتي، الموضوع ده لازم ينتهي، ماشي؟ يلا نغير الطريقة دي في التفكير من النهاردة، أمين. وفي لخبطة تانية أنا لاحظتها، وهي إن بس علشان في أكتر إنجيليين في برازيليا يبقى كده ملكوت ربنا بيتقدم في السياسة. يا أعزائي، للأسف كتير أوقات إحنا مش بنشوف أي تغيير مع إنهم هناك، وفي الآخر بيتفسدوا وبيبقوا مركزين بس على حياتهم وراحتهم، وبيفكروا في الفلوس اللي بيكسبوها وبينسوا الشعب. وفي نفس الوقت ممكن يكون في حد هناك مش مسيحي معلن، لا إنجيلي ولا كاثوليكي، بس هو صادق، هو مستقيم، هو عادل وعايز الأفضل للشعب. فإحنا محتاجين نبطل نخلط الأمور. ولما نبص على مثال يسوع بنلاحظ إن كان في حاجة في قلبه، الحاجة دي إحنا محتاجينها اليومين دول، وهي إننا نبطل نسعى ورا السلطة ونبطل ندور على رضا الناس. مثلا في الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا، بعد ما يسوع كسر الخبز والسمك الناس اتبهروا جدا لدرجة إنهم كانوا عايزين يخلوا يسوع ملك إسرائيل. وإيه كان تصرف يسوع؟ هو ببساطة خرج من وسط الناس وراح لوحده للجبل. ليه؟ لأن يسوع كان عارف كويس جدا إيه هي رسالته، وما قبلش إنه يتستخدم كأداة من الناس دي. وبيورينا إن مش كل باب مفتوح ولا كل دعوة عشان يكون ليك سلطة أكتر أو تأثير أكتر بتكون من عند ربنا. يا إخواتي، يسوع كان عارف إن كل اللي ربنا عايز يعمله هيحصل في الوقت الصح لو قلبه متجه للآب. ودلوقتي الشخص ممكن يعلن إنه مسيحي، راجل من رجال الله أو ست من ستات الله، لكن يكون بعيد خالص عن الحاجة اللي ربنا دعاه يكونها. فاهم؟ عشان كده من وجهة نظري الإس اللي ربنا دعاه يكون إس ما ينفعش يشغل منصب سياسي. أنا مؤمن إن ملكوت الله أعلى بكتير من كده. حتى افتكرت دلوقتي لما دعوا بيلي جراهام، واحد من أعظم المبشرين في التاريخ، هم دعوة يكون رئيس الولايات المتحدة، وأكيد كان هيفوز في الآخر. هو كان معروف في العالم كله، وكان راجل عادل، راجل شهادته ممتازة، بس هو قال أنا ما أقدرش أنزل لمنصب سياسي زي رئيس الولايات المتحدة، حتى لو في نظر العالم ده أحسن حاجة في الدنيا، بس أنا بالفعل سفير لملكوت السماوات، منصبي أعلى بكتير ومش عايز أخسره. فدي الرؤية اللي لازم يكون عندنا، أمين؟ في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها كويس، وهي إننا ما نكونش شهود زور. في سفر الخروج الإصحاح 23 العدد 1، ربنا نفسه بيقول ما تمدش إيدك مع الشرير علشان ما تكونش شاهد زور. إيه معنى الكلام ده يا إخوات؟ المسيحي ما ينفعش يدافع عن حاجة هو شايفها صح باستخدام خبر هو أصلاً مش متأكد إنه حقيقي. لازم نتحقق كويس يا إخواتي قبل ما ننشر أي فيديو على النت أو أي تسجيل صوتي. في أخبار كذب كتير قوي في وقت الانتخابات، ولازم نفتح عينينا، أمين؟ أنا مش بقول هنا إنك ما ينفعش تشارك حاجة، بس خلي بالك كويس. والأفضل كمان إنك تكرز بالكلمة. استغل طاقتك ووقتك في الكلام عن ربنا وتنشر تعاليم الكتاب المقدس، صح كده؟ خلي بالك زي ما قلت لك، علشان ما تدافعش عن سياسي بتحبه. الأيام دي لو حطيت إيدك في النار عشان حد، بعد شوية هو يمسك المنصب ويبدأ يعمل حاجات غلط كتير ويبدأ يبقى سياسي فاسد، وساعتها أنت هتدي شهادة وحشة لعيلتك وللناس اللي تعرفهم.
أنا مش بقول هنا إنك ما تاخدش موقف. كل واحد لازم يعمل اللي شايفه صح حسب الكلمة. كل واحد عنده ضميره الخاص. بس يا إخواتي، اللي شفناه في السنين اللي فاتت إن حصل انقسام كبير بينا، وده مش مقبول خالص. يسوع عمره ما وافق على الحاجات دي. وإحنا قبل أي حاجة لازم نفهم إن مفيش رئيس ولا نائب ولا سيناتور يقدر يغير قلوب الناس. زي ما قلت في بداية الرسالة، ملكوت الله هيفضل يتقدم حتى لو الحكومة فاسدة. وكمان الكلمة بتقول لنا كده في مزمور 146: ما تسكوش في الأمراء ولا في بني آدم اللي مفهومش خلاص. أمين؟ مهم نفهم إن السياسة فعلا بتفرق في حياتنا اليومية. إحنا جزء من البلد، ولازم نصلي علشان ازدهار البلد، لازم نصلي للحكام. كل ده موجود في الكتاب المقدس. بس خلي ليك رأيك الخاص. حاولوا تشوف المرشحين اللي أكتر متوافقين مع الكتاب المقدس، مع كلمة ربنا. ولو حد كان ليه رأي مختلف عنك، احترم، وري المحبة المسيحية، حاول تتكلم بطريقة سلمية، وافهم إن ملكوت الله مش بيعتمد على مين اللي كسب الانتخابات، لأن اللي مسيطر على كل حاجة هو الرب. أمين؟ أنا دايما بقول البلد ممكن تكون في أزمة، بس إحنا في المسيح، وده اللي بيعمل كل الفرق. لو عجبتك الرسالة دي شاركها، وسيب رأيك هنا كمان، وقول اللي انت مؤمن بيه، واشترك في قناتي. هسيب لك فيديوهين هنا على الشاشة، اختار منهم علشان تبني إيمانك. ماشي؟ ربنا يباركك. بعت لك حضن كبير.